صباح الخير. النهارده الحد، والحد النهارده بيوافق يوم الكريسماس. البلد كلها اجازه، مفيش حد في الشارع. لسه صاحي من النوم، نزلت على طول ولا حتى فطرت ولا اي حاجه، عشان قدامي مذاكره كتير عايز اخلصها. فقلت اطلع من البيت اروح المكتبه، اقعد لي كام ساعه كده اظبط اموري، وبعد كده ارجع تاني، لان غالبا انا بقعد في البيت مبقاش فيه اي مذاكره بتتعمل. الاولاد ما شاء الله عليهم ما بيخليش اعمل حاجه. غالبا المكتبه هتبقى فاضيه، لان اليوم ده الناس كلها بتروح تزور بعض، بتزور اهلها وبتاع وكلام من ده، وبيحتفلوا بقى زي عندنا كده في العيد. هنا بقى العكس، ما تلاقيش حد في الشارع. عندنا في العيد تلاقي الدنيا كلها في الشارع. ركنت العربيه واروح اجيب حاجه كده افطر بيها بسرعه عشان اقدر اكمل، ان انا غالبا من غير اكل ما بعرفش فانكشن. وصلت المحل اللي انا كنت هاكل فيه بس قافل، لان الساعه عدت 2 دلوقتي. طب كده ناكل فين بقى؟ ناكل فين؟ اكبر غلطه غلطتها ان انا نزلت من البيت من غير فطار. مفيش مكان فاتح خالص. اخيرا لقيت حد فاتح، الحمد لله. ان شاء الله هقعد اذاكر، اخلص شغل على قد ما اقدر، وغالبا مش هروح الا لما اخلص الجزء اللي انا محتاج اخلصه. ده هيبقى الموتيفيشن بتاعي، ان انا ما اروحش الا لما اخلص الجزء اللي انا عايز اخلصه. اشوفكم بعدين. الحمد لله خلصت، وهو ما خلصتش قوي يعني، خلصت جزء كويس، فالحمد لله. كده بقى ايه، اروح. الواحد على الاقل حاسس ان هو عمل حاجه، فالحمد لله النهارده يعني انجزت شيء. الموضوع ده جامد جدا، الا وهو ان بيعملوا لون لللابتوبس للطلبه. فانت لو طالب هنا في الجامعه ومعكش لابتوب، بتيجي تاخد لون، يعني بتأجر لابتوب طبعا ببلاش، تاخده مدة 2-3 ساعات، تخلص شغلك وبعد كده ترجعه تاني. مية مية. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي 4، بس الدنيا مغيمة شوية. حبيت اجرب الدرون دلوقتي في الوقت ده، هتطلع صورة عاملة ازاي. بس هي المشكلة فيه ضباب، مش عارف باين ولا لا، فمش عارف صورة الكاميرا في الدرون هتبقى عاملة ازاي، اما نشوف. النهارده اكلمكم عن الفريلانسنج. واحده من الوسائل اللي انت ممكن تعمل بيها فلوس من على النت وانت في مصر هي الفريلانسنج. الفريلانسنج في منه اجزاء كتير، في منه الترانسليشن، في منه الديزايننج. شوف المجال الاقرب ليك ايه، وهو ده غالبا اللي انت ممكن تشتغل فيه. طيب نبسط الموضوع شويه. يعني ايه فريلانسنج؟ فريلانسنج ان انت بتشتغل لشركه او لفرد معين من عن طريق النت بمبلغ مادي انتوا طبعا بتتفقوا عليه، غالبا بيبقى بالدولار او باي عمله تانية. نبسط الموضوع شويه. لو انت مثلا هتشتغل
فريلانسنج ترانسليشن يعني ترجمه، يعني هتشتغل لحد تترجم له مثلا مقال، تترجم لشركه ايميلات، هكذا. ده بيبقى تاسك انت بتاخده، وبعد ما بتخلصه بترجعه لهم وبتاخد فلوسك. بعض المواقع بيبقى فيها تشالنج، يعني عشان تاخد انت الاساينمنت ده او تاخد انت المهمه دي لازم تخش في تشالنج مع ناس تانية. يعني بيدوك جزء بسيط تترجمه، ويدوا نفس الجزء ده لناس تانية تترجمه برضه، ويشوفوا مين الاحسن فيهم او مين الاقرب ليهم ويختاروه، وبعد كده يشتغل معاهم. ده بالنسبه للفريلانسنج الترانسليشن. الفريلانسنج الديزاين غالبا نفس الفكره. شركات بتبقى عايزه تعمل لوجو، او واحد بيفتح محل عايز يعمل لوجو، بيخش على النت على موقع من المواقع الفريلانسنج دي ويختار حد يعمل له الديزاين ده. في ناس بتبقى اوريدي على المواقع دي توب ريتد او عامله ديزاينز قبل كده والناس مديها ريفيوز كويسه، فالشركه بتختار ده، او بتعمل مسابقه وتشوف مين احسن واحد يعمل لهم ديزاين بسيط، وبعد كده بيختاروه يخلص لهم الديزاين ده. الموضوع طبعا فيه تشالنج، بس التشالنج كويسه، لان في الاول والاخر انت لو تستحق الاساينمنت ده او تستحق ان تعمل الشغلانه دي هتعملها. غير الفريلانسنج في شغلانات كتير على النت، يعني مثلا ممكن تشتغل مع موقع اسمه ابن. الموقع ده بيقدم شغلانات كتير، منها ان انت ممكن تقعد تسمع لفويس نوتس بالانجلش، والفويس نوتس دي بيدوك اختيارات وانت تختار الاختيار الامثل اللي يماتش الفويس نوت دي. ده بيساعد الشركات اللي زي جوجل واندرويد والحاجات اللي زي دي، وبرضه بيبقى فيها فلوس كويس. اكيد الموضوع سهل، بس لو انت متمكن من اللغه او معاك سكيل من السكيلز اللي محتاجينها المواقع دي. يعني مثلا لو انت فعلا بتترجم كويس، او لو انت فعلا ديزاينر حلو، هتقدر تعمل فلوس. هتقولي طب انا اللغه بتاعتي ضعيفه او الديزايننج بتاعي مش قوي. اقول لك يبقى من هنا انت تبدا دلوقتي تشتغل على نفسك، سواء في اللغه او في اي مجال انت حابه، بحيث انت لما تطور نفسك وتوصل لمرحله معينه تقدر تشتغل الشغلانات دي وتعمل فلوس وانت في مصر. انا عن نفسي جربت موقع من المواقع دي وعملت منه فلوس. الموقع اللي اشتغلت عليه كنت بعمل زي فيديو ريفيو. كانت ناس بتبقى عندها مواقع وبتحب ان هي تعرف الناس شايفه المواقع بتاعتها ازاي، فبتسالك اسئله معينه وبتخش انت بتعمل ريفيو عن طريق الفيديو وتقول رايك، وبعد كده بتاخد فلوس. الحلو في الموضوع ان انت غالبا بتقبض بالدولار او بالعمله الصعبه، فغالبا دلوقتي في مصر العمله الصعبه هتعمل معاك فلوس كويسه. هسيب لينكات المواقع اللي اتكلمت عليها في الديسكريبشن، وفي مواقع تانية انت لو عملت سيرش على جوجل هتلاقي مواقع كتير، ودي مش الوسيله الوحيده اللي ممكن تعمل بيها فلوس من على النت. في وسائل تانية كتير، بس انت محتاج تقاس وتبدا بنفسك من النهارده. لو انت لسه بتتفرج على الفيديو اتمنى ان يكون المحتوى عجبك واستفدت منه، فلو انت استفدت فعلا اعمل سبسكرايب وشير عشان غيرك يستفاد.